كل الظروف الصعبة والعقبات اللي مرت عليك في حياتك انت اتعلمت منها درس، ولو انت ما اتعلمتش منها درس تبقى انت غلطان وخسران. كل الحاجات اللي انت بدأتها في الاول كنت بتقول انا مش عارف، انا مش قادر، انا مش هعرف هنجح فيها ولا لا. بس البني ادم لما بيحلم بحلم وبيفكر في حاجة عايز يعملها، ربنا بيلهمه بالحاجة ديت عشان ربنا عارف انه عنده القدرات اللي يقدر ينجح بيها في الحاجة دي ويقدر يحققها في اكتر وقت واقرب وقت كمان. عشان كده انا عايزك يبقى عندك ايمان بنفسك، ايمان بقدراتك، ايمان بالادوات اللي موجودة عندك. لو انت ما امنتش بنفسك مين هيؤمن؟ يعني انت عايز الناس كلها تؤمن بيك وانت مش بتؤمن بقدراتك وادواتك، تؤمن باحلامك، تؤمن بالحاجة اللي انت عايزها. مفيش بني ادم ما صدقش نفسه ونجح كده من فراغ، كل بني ادم نجح صدق نفسه. انت لازم تصدق نفسك، تبقى عندك ايمان ان انت تقدر تنفذ الاحلام اللي عقلك شايفها، ويبقى عندك يقين اللي بنحلم بيه وبنشوفه في عقلنا الباطن ربنا الهمنا ليه، لان احنا عندنا القدرات اللي احنا نعمل بيها ده. بس يمكن بنصدق في نفسنا متاخر. انت لازم تؤمن بنفسك.